تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك جميل صنع الباري. تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك جميل صنع الباري. جمال من صنع الجميل تشهد لله بوحدانيته وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد واحد أحد فرد صمد. سبحانك يا الله. جمال من صنع الجميل. كونوا معنا في رحلتنا لهذا اليوم مع شلالات المواسط وسامع ومناظر خلابة وجذابة. دعونا نستمتع في هذه المناظر مع الطبيعة. ما أعظمك يا عظيم. هذه المناظر تشهد لك بوحدانيتك. هذه المناظر لا تحتاج إلى من يترجمها للمشاهد، هي تترجم نفسها بنفسها. هذا الممر الذي يجمع بين المواسط وسامع ويزرع المحبة والتآلف بينهم. شلالات المواسط وسامع التي تجهلها الكثير من القنوات الفضائية، وللأسف ورب أنها لو شاهدت هذه المناظر ولو أتت إليها لاستمتعت فيها ولا أفادت المشاهد ولا استمتع فيها الكثير. هذه المناظر التي غفلت عنها وخسرت والله كثير من القنوات الفضائية، حيث لا تأتي إلى هذا الحسن والجمال الذي يترجم نفسه بنفسه، الذي يتكلم إلى المشاهد ويصف حسنه وجماله بنفسه، لا يحتاج إلى مترجم ولا يحتاج إلى مادح ولا يحتاج إلى شيء من ذلك. أينما يلعبسي وغيرها والكثير من الإعلاميين ليزوروا هذه المناظر ليستمتعوا بها ويجذب الكثير من المشاهدين بهذه المناظر الخلابة والجذابة التي حسنها وجمالها يفوق الخيال. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهو الذي يستحق التمجيد والحمد والشكر، الخالق العظيم رب الكون الباري المصور. لا ترتوي العين ولا أرتوي بالنظر والاستمتاع إلى هذه المناظر الخلابة والجذابة. في كل يوم أزور هذا المكان من أجل أن أستمتع في هذه المناظر التي لا ترتوي به العين. بل كل يوم أزداد شغفا. وهنا أترك التعبير والكلام إلى المناظر نفسها لتتكلم إلى المشاهد.
الله يا الله، يا أعذب الأسماء في لغتي، ويا أجل حروفا في معانيها. كل قطرة تردد اسمك يا الله، كل قطرة تردد اسمك يا الله، وتمجدك وتنزهك يا الله. نرجو الاشتراك والمتابعة ليصلكم كل جديد. كنتم مع باسم اليوسفي. دمتم ودام الوطن